السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا نفسي اكل الفسيخ بطريقة غير عادية، بشتريه من بره. بصراحة ما بيطلعش طعم وجميل الا لما بعمله انا في البيت. لما بعمله والاولاد نفسهم واهلي عامة كلهم، حتى والدتي بتقولي بصراحة اللي احنا بنشتريه من بره مش حلو زي اللي انت بتعمليه. ودي طبعا شهادة أهلي وكل صحابي، ما بيحبوش ياكلوا الفسيخ إلا من إيدي هو والسردين. طبعا عملت معاكم قبل كده السردين البلدي، عملناه مع بعض وكان طعمه خرافة بصراحة. كان طعمه جميل جدا، وإن شاء الله لما أخلص الفسيخ ده لما يستوي، طبعا هي 10 أيام بس وهتاكلي أحلى فسيخ. بالذات ان احنا الجو اليومين دولت سقع بقى، فهنبتدي ان احنا نسيبه شوية يقعد. اما في الصيف ممكن ياخد معاكي 7 ايام. فهنبتدي مع بعض نعمل الفسيخ بتاعنا. اول حاجة انا جبت السمك دوت، هو حجم الصغير. كان نفسي اجيب الكبير بس للاسف ما لقيتش، جبت قد 2 كيلو، كانوا عاملين 9 سمكات. فطبعا عندي الاكياس زي ما انتوا شايفين كده، عندي الملح زي ما انتوا شايفين، والشطة ومعلقة من الكركم. هبتدي ان انا احشي الخياشيم، بس قبل ما اعمل كل ده انا بمسك السمك بغسله غسلة كويسة جدا، وبعمل له اللي هو المساج اللي هو بطر بيها السمكة بتاعتنا عشان تفصل السلسلة من العمود الفقري بتاعها. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، هبتدي الاول ان انا اجيب الكيس بتاعنا وابتدي. طبعا زي ما قلت لكم كده، هجيب الكيس بتاعنا برش حبة ملح وبروح رص عليه. طبعا انا عملت قبل كده فسيخ كذا مرة معاكم وعملت لكم بالطريقة بتاعته كذا طريقة. هنا طبعا انا بغسله غسله كويسه وبروح عامله له مساج بايدي، بفضل اضغط بصوابعي على السمكه من فوق لتحت عشان تبقى مزبده معايا. طبعا زي ما انتم شايفين كده، السمكه انا ما بسيبهوش يتصفى ولا اي حاجه، انا بغسله وبشتغل فيه على طول. تمام. فابتدي ان انا احشيه من الخياشين وبحشيه من البق. حاجه كمان برضو بالنسبه للسمك بتاعك، في ناس كتيره تقولك لا ده بياخد اكتر من كده، لا هو 10 ايام، شتاء او صيف 10 ايام. بس انا بصراحة في الصيف بيبقى اوقات الجو حر، فممكن تخلصيه خلال 7 ايام او اقل كمان، لان الجو بيبقى حر. فطبعا زي ما انتم شايفين كده، بحط في الخياشين طبعا تكون مغسولة كويس عشان ما تبقاش زفرة، وترصيها كده في كل كيس. انا حطيت كل كيس 3 سمكات. فهرصه كده في الطبقة وبروح رش عليها قد معلقة. طبعا انا بحاول الملح ده انا اللي بظبط ملحه. فانتي ممكن تعملي الملح اللي هو الرشيدي عادي، مش بيملح قوي لو انتي اول مرة تعمليه. فانا عشان انا متعودة ان انا اخلله، فبحط الملح يعني مش بالمقدار، بحط بالكمية اللي انا شايفاها هتنفع. وفعلا الكمية اللي انا حطيتها هي الكمية اللي انا يعني فعلا كفت. فطبعا زي ما انتم شايفين كده. حاجة كمان بالنسبة للسمك الضبار والسمك البوري، السمكة الضبار بيبقى بوزها رفيع، أما السمكة البوري بيبقى بوزها عريض شوية. في ناس ما بتحطش في السمك في بقه ملح، لا أنا بصراحة متعودة إن أنا أعمله، بيبقى جميل بصراحة. فأنا كده خلاص خلصت. آدي حبة الملح اللي أنا حطيتهم زي ما انتوا شايفين كده، كفوا زيادة. فخلاص كده طبعا انا عملت كيس مثلا ملحه مظبوط، والباقي ظبطته، لاني مثلا انا يعني جوزي مريض ضغط وكده، فبعملها له اللي هي ملحها قليل ليه هو. وفي نفس الوقت ما بكترش ملح قوي برضه عشان ما تبقاش حادقه. زي ما انتم شايفين كده. اروح حطها بقى في اكياس بكميات كبيره، اضغط عليها يعني معنى اصح اربطها لفها كده. الكيس اللي انا لفيته من الجنب ده بروح مدخله من الجنب اللي انا قافلاه ده، اروح مدخله منه كيس لحد ما اخلص كميه اكياس كتير، اقل حاجه 10 اكياس. طبعا بتحاولي تطلعي اي هوا.
طبعا لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. طبعا عملت لكم برضو الفيديو السردين. لو عندك اي صفيحة قديمة طبعا عملتها لك بفكرة جميلة جدا. عايزة اقولك ان السردين لما عملته في الصفيحة كان طعمه اجمل بكتير جدا جدا من ما انا اعمله في اكياس. فانا بصراحة فكرت ان انا اعمل السردين في نفس الصفيحة، بس لقيتها صغيرة مش هتنفع ان انا احط فيها الكمية دي كلها. فانا اكتفيت وخلاص كده الاكياس، ونبتدي ان احنا نخلص الباقي مع بعض. طبعا هخلص بقى الكمية دي كلها، بروح مطلعة الهواء منها كده وبروح ضغط عليها، وببتدي ان انا احط برضو من الناحية التانية. طبعا هنا بقى تكة اقولها لكم برضو عشان الفسيخ يطلع معاكي ناجح. اول حاجة تجيبيه تغسليه كويس. انا ما بصفيهوش يا جماعة، لان لو انا صفيته بتبقى متراكمة عليه بكتيريا، لكن انا عملته على طول بنفس الوقت بتطلع معاكي 10 على 10، وطعمها بيختلف تماما عن ما انتي بتجيبيها جاهزة، او بمعنى اصح تجيبيها متصفيه. لاحظوا الحكايه اللي انا بقولكوا عليها هتفرق تماما تماما معاكم. بيبقى الطعم تحسيها كده مسكره وجميله. فدي تكه برضو خدوا بالكم منها. حاجه كمان برضو بالنسبه للشتاء، الشتاء ليه مكان معين بتقدري انك تحطي فيه الفسيخ يستوي معاكي بكل سهوله. فانت ما تروحيش تحطيه فوق التلاجة مثلا في جو ساقع، او مكان يكون درجه حرارته ساقعه وتستني بعد 10 ايام انه يطلع معاكي 10 على 10. لا، هقولك بقى التكة اللي لازم تعمليها، ولازم كل واحدة تاخد بالها من الحكاية دي. اول حاجة انا بعد ما خلصته تماما هبتدي ان انا احطه على صينية. بعد ما بكيسه كويس وبروح قلباه كل يوم عكس الاتجاه. وبروح بعد ما بقلبه بروح لفاه في حاجة صوف، وبروح حطاه في الفرن بتاع البوتاجاز. اي مفرش عندك قديم تقيل بتروحي لفه الصينية وزقاها في فرن البوتاجاز. طبعا لما تيجي تقضي تعملي حاجة في فرن البوتاجاز بتطلعيه بتخليه، بتعملي طلباتك وحاجاتك وبتسيبيه بره، وبعد كده بترجعيه تاني بس لما يكون الفرن بارد تماما. فانا بصراحة دي التكة اللي تطلع معاكي الفسيخ زي الصيف بالظبط، ويطلع معاكي كمان بسرعة. فدي تكة مهمة خدوا بالكم منها، لان في اماكن الجو خلاص بقى ساقعة، فالمكان اللي بيبقى عندك مثلا حر جدا هيبقى ساقع جدا. فما تروحيش تحطيه في مكان يكون ساقعة، لا حطيه في الفرن، لفيه بحاجة تقيلة وروحي حطاه في الفرن في 10 ايام بالظبط هتاكلي احلى فسيخ. طبعا احنا كده هنخلصهم كلهم كده ونروح حاطينهم على الصينية بتاعتنا، ونروح زقينهم في الفرن بتاعنا. طبعا حاجة كمان، لما تيجي تعمليه برضو لازم تعملي له المساج ده انا عملته معاكم كذا مرة في فيديوهات دي هتلاقوها موجودة في الصفحة عندي ان شاء الله. تضغطوا عليها بصابع ايديكم الاتنين كده بتضطريها، اللي هي بتطريها. وبعد ما بتطريها كلها دي تسهل معاكي ان هي تبقى مزبده معاكي وتبقى ناعمه معاكي. طبعا انا كان نفسي اجيب الفسيخ اكبر من كده، بس للاسف هو مش متوفر زي الاول. لقيته قليل جدا وشاح مش موجود. فطبعا زي ما انتم شايفين هحطه على الصينيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بربط الكيس كويس وبروح رصاها، وكل يوم بقلبها عكس الاتجاه، بس لازم هلفهم انا هنا. ما لفتهمش، بس انا بقى اللي هلفهم ان شاء الله لما اجي اشيلهم في الفرن. حبيت ان انا اوريكم نهاية الفيديو بتاعنا. طبعا لو هتجيبي الحجم الكبير فانت هتحتاجي شنط مش هتحتاجي كيس. وبالشكل ده خلصنا الفسيخ بتاعنا، وعرفنا ازاي بيتعمل، وعرفنا كمان تكات اللي تعمليها تطلعه معاكي مزبد وجميل. يبقى الوصفات، يبقى الطريقة خلاص كده انت هتبقي محترفة فيها 100%. يبقى التكات المهمة هتعملي له المساج، هتحطيه في مكان دافي علشان يستوي معاكي خلال ال10 ايام. وطبعا التكة المهمة ما بتغسل ما تعملهوش وهو ما تصفيهوش خالص، اغسليه واشتغلي فيه على طول. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.